كشفت شركة أوبل الألمانية بشكل رسمي عن أوبل كورسن في سليفة 2024 الجديدة كلياً في السوق العالمي، والتي تأتي بمجموعة تطورات عصرية تبدأ باللغة التصميمية الأحدث من أوبل، وتصل إلى توفر نسخ كهربائية بالكامل من السيارة مع تطوير منظومة الدفع الخاصة بمحركات البنزين. وتعتبر أوبل كورسا سيارة هاتشباك تحتل مدمج شبابية، وهي حالياً في جيلها السادس والذي تم إنتاجه وتطويره بواسطة مجموعة فرنسية. فالسيارة مبنية على قاعدة بناء MP1 المستخدمة في كل من ستروين C4 وبالموكا DS3 وبيجو 2008. النظر إلى تصميم السيارة الخارجي سوف نجد أن فائق العصرية يحمل اللغة التصميمية الجديدة كلياً من أوبل بلمسات مستقبلية، حيث نجد مقدمة السيارة بالمصابيح LED المتطورة، حيث يحمل كل منهم عدد 14 عنصر إضاءة مع إمكانية التحكم بشكل متقدم. أما عن التصميم الخلفي فيلم يختلف كثيراً عن النسخة السابقة، حيث نجد نفس التصميم مع كلمة كورسن مكتوبة بعرض الشنطة الخلفية. بالنسبة لداخلية السيارة فيلم تختلف كثيراً كتصميم، لكنها تختلف في مستوى التجهيزات، حيث نجد شاشة وسطية قياس 10 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع ناقل حركة كهربائي شيفت باي واير ودعم الشحن اللاسلكي وغيرها من التجهيزات المتطورة. تأتي أوبل كورسا الجديدة بمحرك بنزين 3 سلندر 1.2 لتر تيربو بقدرة من 100 حصان حتى 136 حصان، مع ناقل حركة جديد تماماً دول كلاتش. أما عن كورسا إلكتريك فهي تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 136 حصان ومدى يصل إلى 357 كيلومتر، وتتوفر نسخة بقدرة 156 حصان وعزم درن 260 نيوتن متر بمدى يصل إلى 402 كيلومتر. ستصل بالكورسن الشكل الجديد 2024 للأسواق حول العالم بداية من الربع الأخير من عام 2023 الجاري.